في احصائيات كتير جدا وابحاث كتير جدا بتقول ان الرقص ده بيغير المود وبيخلي الواحد يقبل على الحياه جدا. عشان كده الواحد لما بيروح فرح ويرجع يلاقي نفسه مبسوط، لان تلاقي كل الستات والرجاله محجبات ومش محجبات وكله قام رقص وهيسمع المغني و كله طبعا مسموح له يرقص الا المذيعات والا الممثلات وكده. لو قاموا من مكانهم ولا حتى سقفوا يبقى عيب. عايزين نعرف ايه الفرق. ايه الفرق بين ان احنا بنقول ان قنوات الرقص دي تقفل؟ منين احنا بنقول قنوات الرقص دي تقفل وبنقول ان في حاجه اسمها فن، وبنقول ان انت لازم تكون بتعرف تتحرك وبتعرف تبقى رشيق وبتعرف ايه الفرق بين ده وده؟ انا عايزه اعرف رايكم. هل انتوا راضيين عن قنوات الرقص دي اللي موجوده على الفضائيات؟ هل بتشوفوها ولا ما بتشوفوهاش؟ وفي غير قنوات الرقص قنوات تانية مفتوحة بترقص برضو، بس بترقص بطريقة تانية. في دخلاء على الإعلام ولا تلاقيهم متخرجين من إعلام ولا يعرفوا حاجة عن الإعلام ولا أي حاجة، لبسوا بس البدلة اللميع وطلعوا ردحوا على الهوا ويقول لك أنا إعلامي. كل الناس دي لازم تباد بقنواتها. لو احنا بقى بنتكلم عن دولة فعلا وبنتكلم عن مستقبل بجد، لازم نبقى دولة محترمة بتعرف تدي ترخيص لمين ومش ترخيص لمين. لازم القنوات المصرية تبقى كلها قنوات مشرفة جدا جدا جدا. برضه هبتدي بالخير وهبتدي بالحالات، وعارفة انكم بتنعسوا